4 توابيت من غير الصدريه بتاعتهم. ال4 توابيت دول مش عايز اقول عشان محدش يتخض، دول 4 انبياء. في ليلة في شهر نوفمبر سنة 2024 مكالمة تليفونية مسربة تقلب مصر من فوق لتحت، مكالمة كفيلة ان هي تغير التاريخ كله. مين اللي اتصل وايه اللي خلى الموضوع يبقى سر خطير لدرجة ان اللي بيتكلم عنه يعتبر مسألة امن قومي؟ مقبرة مدفونة بقالها قرون جواها 4 انبياء، مين هم وشكلهم كان عامل ازاي؟ وليه المقبرة دي بالتحديد تعتبر اخطر مكان في العالم؟ والمكان ده فعلا مش عادي، حاجات غريبة بتحصل هناك وحاجات مستحيل عقلك يصدقها، ومفيش اي تفسير منطقي اللي بيحصل غير انه هو حاجه فوق طاقه البشر، ضوء ملوش مصدر وتوابيت لانبياء وحاجات تخلي قلبك يقف، مش مجرد خرافات واساطير. واي حد كان بيتكلم عن الموضوع ده كان بيواجه خطر حقيقي. النهارده انا معاكم في رحله مرعبه ومليانه اسرار، جهز بقى نفسك لان اللي هتشوفه النهارده يخليك تسال هل اللي احنا بنعرفه عن التاريخ صحيح ولا في حاجات مخفيه هتقلب كل اللي نعرفه. فركز معايا وخد لك فنجان قهوه وخليك مستعد، عشان الحلقات اللي فاتت كلها كانت هزار، لكن النهارده احنا داخلين على مستوى تاني تماما. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان اللي جاي تقيل قوي. معاكم عمر، ولا نبدأ الحلقة؟ 4 تماثيل لأنبياء، وفي تحت 15 عمود فيهم نبي مشهور جدا ومش قادر اقول اسماء. في شهر نوفمبر سنة 2024 اتسرب اتصال على السوشيال ميديا قلب مصر كلها. المتصل كان باحث أثري اسمه أحمد، لكن هويته الحقيقية مجهولة وما كانش فيه أي معلومات عنه غير إنه قال كلام خطير جدا أخطر مما تتخيل. الباحث ده بيقول إن هو دخل مكان في مصر محدش اتكلم عنه، ومحدش برضه حاول يتكلم عن المكان ده بسهولة. والمكان ده كان اسمه وادي الملوك، لكن مش وادي الملوك اللي في الأقصر اللي احنا عارفينه. أنا هنا بتكلم عن وادي ملوك تاني خالص، ولو اللي اتقال عن المكان ده صح فالتاريخ اللي احنا نعرفه النهاردة كله هيتمسح. الباحث بيقول إن هو فضل ينزل في المكان لحد ما وصل ل4 توابيت مفتوحة، لكن اللي شافه جوه التوابيت كان صادم. لقى في التوابيت 4 أجساد بس ما كانوش لبشر عاديين. التوابيت دي كانت ل4 أنبياء، وكان ما بينهم نبي مشهور عاش في مصر من آلاف السنين. والأجساد دي حرفيا كانوا زي ما هم كأنهم ماتوا من شوية، شعرهم لسه موجود ولحمهم ودهونهم لسه سليمة، والدم في عروقهم ما كانش ناشف، لدرجة إن الباحث نفسه فكر إن هم عايشين. دول مش مومياوات فرعونية زي اللي نعرفها النهاردة اللي بيبقى جلدها ناشف ولونها بني، لا دول أجساد بشر زي اللي نايمين بالظبط. طب ليه الباحث قال إن هم أنبياء؟ ببساطة لأن الأنبياء أجسادهم مش بتتحلل، وده مش كلامي، ده حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأرض محرم عليها تاكل أجساد الأنبياء. وعلى صدر كل واحد من التوابيت دي كان موجود شال مكتوب فيه وصف كل واحد في التابوت، يعني أسمائهم ووصفهم بالكامل. مين بقى هم دول ال4 أنبياء؟ الباحث رفض يقول، كان خايف ان لو حد عرف اساميهم مصيره ما كانش هيبقى كويس. طيب مين ممكن يكون ال4 انبياء دول؟ هل ممكن يكون سيدنا موسى او هارون او يوسف او يعقوب؟ لان كل الانبياء دي عاشت في مصر القديمة، لكن فكرة دفنهم مع بعض في مكان واحد بتطرح اسئلة كتير. في نفس العصر سيدنا يوسف عاش في مصر القديمة مع ابوه يعقوب، وبعدهم سيدنا موسى وهارون. لكن في اقاويل بتقول ان سيدنا يعقوب طلب يدفن مع ابوه سيدنا ابراهيم في فلسطين، فازاي اجسادهم ممكن تكون في مصر؟ الحقيقة بقى ان اماكن دفن الانبياء كلها مجرد تكهنات. حتى سيدنا ابراهيم هتلاقي له ضريح في فلسطين وضريح تاني في العراق، فايه اللي يثبت ان الاجساد اللي اتدفنت في المقبرة دي فعلا انبياء؟ والموضوع ما وقفش لحد هنا وخلاص. الباحث بيقول المقبرة ما كانش فيها بس توابيت لانبياء، ده بيقول ان هو لقى 15 تابوت تاني وكلهم مقفولين. مين اللي جوه التوابيت دي؟ وهل ممكن يكونوا انبياء تانيين ولا في اسرار تانية مخفية؟ طب هل المصريين القدماء كانوا يعرفوا يحفظوا اجساد الانبياء ولا ده كله جزء من لغز اكبر؟ نسيب التوابيت دي كلها على جنب بقى ونركز في الدور التاني من المقبرة. الباحث كان بيقول ان هو شاف ضوء غريب بينور المكان، ولما حاول يدور عن مصدره ما لقاش اي حاجة، ووصفه ان هو نور مش طبيعي. وفي نفس الدور لقى 10 صناديق بعيدة، كل صندوق كان فيه 10 ازازات جواها اكسير الحياة او الزئبق الاحمر. والزئبق الاحمر ده مادة اسطورية كان بيتقال ان هي اكسير الحياة وبتطيل العمر وكلام زي كده، والباحث بيأكد ان هو شافها بعينه وانها مش خرافة. يبقى هل كده في حاجات خارقة للطبيعة في المكان ده؟ وكان في ركن تاني، كان في اكل محفوظ من آلاف السنين، كان موجود بصل وتوم كانوا طازة كأنهم لسه مقطوفين امبارح. الاغرب بقى ان الاكل ده لما كان بيطلع بره المقبره كان بيبوظ في لحظات، حاجه مش طبيعيه، كأن المكان نفسه فيه طاقه غريبه بتحافظ على الحاجات اللي فيه. الباحث بيقول ان هو لقى ازايز عسل في المقبره، وواحد من فريق البحث اخذ من العسل ده معلقه
وبعدها صحة الراجل ده زادت بشكل غريب لدرجة ان هو كان بيقول لهم انا عايز اتجوز 4 تانيين. هل العسل ده بقى كان سحري؟ بس الصدمة الاكبر بقى ان المكان ده ما كانش فيه مقابر لانبياء وزئبق احمر، ولا كمان الاكل مش بيبوظ. المكان ده كان فيه كنز ذهبي وزنه 200 طن، كمية ذهب تخليك اغنى من بيل جيتس نفسه، وده بيعادل ميزانيات دول كاملة. بس ده مش كل شيء، كان في حيطة في المكان محدش يقدر يقرب منها، وكان وراها مادة اليورانيوم، ودي المادة اللي بتستخدم في صناعة القنابل النووية، واي حد كان بيحاول يخترق الحائط ده كان بيموت على طول. والاطباء برضو اللي دخلوا معاهم يستكشفوا المكان ماتوا بسبب الاشعاع. كل اللي الباحث شافه في المقبرة ده كان بيطرح اسئلة مرعبة. هل فعلا في انبياء مدفونين في مصر؟ وايه السر اللي يخلي المكان ده يتغطى بالغموض؟ والغريب فعلا ان كل الباحثين والعلماء الكبار محدش فيهم رد على الموضوع ده، مع ان الموضوع ترند وكان مسمع. حتى الدكتور زي حواس اشهر عالم اثار في مصر ما قالش اي حاجه. هل ده بقى معناه ان الموضوع فعلا خطير لدرجه انهم مش عاوزين يتكلموا عنه؟ واكيد طبعا في شكوك ان الباحث ده ممكن يكون نصاب او واحد بيخترع قصه، هويته مجهوله وطريقه كلامه مش علميه، خصوصا بقى لما بدا يتكلم عن الزئبق الاحمر. لكن لو القصه دي حقيقيه يبقى ايه السر اللي يخلي المكان ده يتغطى بالغموض؟ وهل فعلا في انبياء مدفونين في مصر، ولا ده كله جزء من مؤامره اكبر؟ لو وصلت بقى لحد هنا تعالى اقول لك الحكايه المرعبه دي بالتفصيل، وازاي الموضوع ده انتشر جدا وسمع. كل حاجه بدات مع الدكتور وسيم السيسي، وده واحد من اهم الباحثين في علم المصريات، رغم انه مش دارس الموضوع اكاديميا، الا ان ابحاثه وقراءاته وصلته لسر خطير والاكتشافات مهمه جدا. من 8 سنين وهو قاعد في عيادته عادي جدا دخل عليه محامي صاحبه، وكان حرفيا مغرم بالتاريخ والقرايه عنه، وقال له بالحرف انا اكتشفت حاجه هتغير تاريخ مصر تماما. الدكتور طبعا استغرب، لكن لما شاف السي دي اللي معاه بدا يصدق الكلام، والصور كانت صادمه. اكتشاف رهيب في الجيزة، تحديدا بمركز الصف وأطفيح. المكان كان كله غموض، بس هو لاحظ حاجة غريبة جدا. ظهر في الفيديو نوع معين من الرخام مش موجود غير في أسوان والعريش، فازاي الرخام ده بقى في الجيزة؟ وده السؤال اللي خلى عقله يلف. بعد فترة رجع للمكان وبدأ يحفر، لقى طبقات مدفونة بشكل غريب جدا، أولها 8 متر من الرخام، بعدها حصى على عمق 40 سنتي، وبعدها طبقة من البازلت الأسود عمقها 80 سنتي، بعدها لقى حجر أبيض نقي على عمق 2 متر. ده معناه ان في حاجة ضخمة جدا مدفونة هنا، حاجة من عصر غامض في تاريخ مصر، من الأسرة ال13 لل17 أو وقت احتلال الهكسوس، وده كان سبب تسميته بوادي الملوك الأول، أقدم حتى من وادي الملوك المعروف في الأقصر. المحامي حكى للدكتور وسيم كل حاجة، وأكد له وقال له أنا مش جاي عشان فلوس أو شهرة، قال له أنا عاوزك تكتشف السر ده قبل ما يتسرق، لأن لو أي بعثة أجنبية دخلت هينهبوا كل حاجة، زي ما حصل قبل كده في مقبرة توت عنخ آمون. الدكتور وسيم صدق الكلام وكتب مقال كامل عن الموضوع ده، لكن محدش يهتم لكتاباته. حتى لما قابل وزير الآثار وقتها، الوزير طلب منه إن هو يبعت له CD عشان يشوفه بنفسه، وبعد شهور من الانتظار ما كانش فيه أي رد. وبعد 8 سنين كاملة ظهر الدكتور وسيم في برنامج على التلفزيون، لكن المفاجأة صوته كان متغير تماما. ولما سألوا المذيع عن وادي الملوك الأول الرد كان مخيف جدا، وقال له ممنوع الكلام عنه. طب ليه؟ وايه اللي اتغير؟ طب ليه الموضوع بقى سر خطير؟ وايه اللي جوه الوادي يخلي اي حد يتكلم عنه ويعرض حياته للخطر؟ لكن المكان ده لو كان مقبرة عادية كان زمانهم اعلنوا عنه من زمان، وده معناه ان في حاجة اكبر بكتير. وبعد لقاء الدكتور وسيم الاخير ظهر باحث تاني اسمه الدكتور محمود صلاح، وقال جملة قلبت الدنيا. قال لو الدكتور وسيم مش هيكشف سر وادي الملوك الاول فانا هكشفه بنفسي. مين الدكتور محمود بقى؟ ده باحث في علم ما وراء الطبيعة، وبيقول ان وادي الملوك ده فيه اسرار اخطر مما اي حد يتخيل. ولو كلامه ده صح فمصر حضارتها مش بس 7000 سنة، دي اقدم من كده بكتير، عشان الوادي ده فيه مكتبة كاملة بتوثق تاريخ الارض وكل تاريخ الحضارات المتقدمة اللي سبقت البشر. لكن الاغرب بجد ان كان فيه كلام عن 7 ألواح ذهبية كان مكتوب فيها كل اسرار العلوم القديمة وعلاجات لامراض مستحيل علاجها دلوقتي زي السرطان مثلا. كأن المصريين القدماء سبقوا العلم بمراحل مرعبة. وهنا بقى يجي السؤال الحقيقي، ليه الموضوع متكتم عنه بالشكل ده؟ ومين المستفيد من اخفاء العلوم دي؟ وليه اي حد بيتكلم عن الاكتشاف ده بيتم اسكات صوته؟ الدكتور محمود صلاح قالها بصراحة ان في ناس مش عايزانا نعرف، وهم دول نفس الناس اللي حطوا هرمنا على الدولار،
نفس الناس اللي اغتالوا نيكولا تسلا ودفنوا علومه، هم دول نفس الناس اللي نهبوا العراق بحجة الطاقة النووية. بس الحقيقة ان هم كانوا بيدوروا على علوم الحضارات القديمة، مش عايزين البشر تتقدم وعايزيننا دايما تحت رحمتهم. طب دلوقتي احنا قدام لغز مخيف، هل فعلا في اكتشاف خطير تحت الارض؟ طب لو في ممكن نعرفه ولا هيتم طمسه زي كل الاسرار اللي قبله؟ والسؤال ليك انت بقى، هل كل ده كان مجرد خرافات ولا في حاجة ضرورية ورا القصة دي، او الموضوع عبارة عن مؤامرة كبيرة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للحلقة وتشترك في القناة، وبرضه ما تنساش تفعل الجرس عشان نكمل الرحلة المرعبة في الحلقة الجاية. سلام.